يستمر الحديث حول صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ذلك وبعد الانتصار أمام ضمك ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشل للمحترفين. وفقا لبرنامج شوت، فإن البرتغالي نونو سانتو طلب من إدارة الاتحاد التعاقد مع المدافع عبد الإله العمري لاعب النصر في الفترة الشتوية. يرغب العمري في الرحيل عن النصر والانتقال إلى الاتحاد بسبب ظروف أسرية تجبره على العيش في جدة. وكانت إدارة النصر قد رفضت عرض الاتحاد الذي قدر ب20 مليون ريال لضم اللاعب في الصيفية، حيث ترغب إدارة العالم في الحصول على لاعب في مقابل رحيل العمري، وهو ما لم يوافق عليه الاتحاد. يستهدف نادي الاتحاد مواصلة ترميم خط دفاع الفريق الأول بعد جلب النجم الإيطالي لويز فيليبي من صفوف فريق ريال بيتيس بصورة رسمية حتى عام 2026. يعد العمري أحد أفضل المدافعين في السعودية، ولعب مع النصر منذ العام 2019، كما ساهم في تحقيق الفريق بطولة كأس السوبر السعودي 2020-2021 وكأس الملك سلمان للأندية البطولة العربية. أشارت تقارير إعلامية إلى عدم مشاركة مارسيلو جوروهي حارس مرمى الاتحاد في التدريبات آخر يومين، ما أصاب جماهير العميد بالدهشة في ظل الحديث عن إسقاط اسم أحد الأجانب من قائمة الفريق. يستمر الحديث بشأن مستقبل اللاعبين الأجانب داخل صفوف نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية، حيث تسعى الإدارة لقيد 8 أجانب في قائمة الفريق بالمسابقات المحلية. في سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية مقربة من نادي الاتحاد اليوم أن جوروهي تعرض لإصابة بسيطة خلال اليومين الماضيين منعته من المشاركة في تدريبات الفريق. من ناحيته، أوضح الإعلام الرياضي أحمد ميماتي أن الجهاز الفني لفريق الاتحاد فضل إراحة جوروهي عن مواجهة الغد أمام أجمك في دوري أبطال آسيا 23. وأكد الإعلامي وليد عمر على إراحة جوروهي لفترة قصيرة، في إشارة واضحة لنفي كل ما يتردد عن رحيل البرازيلي، لافتاً أن الوافد الجديد عبد الله المعيوف سيحمي عرين الاتحاد أمام أجمك بالآسيوية. من المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره أجمك مساء يوم الاثنين 18 من سبتمبر الجاري في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا 2024. كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصورة رسمية عن الملعب الذي سيستضيف مواجهة الاتحاد ضد سابهان أصفهان الإيراني في افتتاحية دوري الأبطال القاري. يواجه الاتحاد نظيره أجمك مساء يوم الاثنين في الجولة الأولى ضمن منافسة المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024. ووفقا لما ذكره الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، فإن مباراة الاتحاد وسابهان الإيراني بالجولة الأخيرة في مكة المكرمة على ملعب الملك عبد العزيز الشرائع، يبدأ الاتحاد رحلته في آسيا سعيا منه لحصد إنجاز على مستوى القارة لم يحدث منذ سنوات، وذلك حينما يواجه أجمك أولماليك من أوزبكستان على استاد الأمير عبد الله الفيصل. وكان فريق الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو قد حقق الفوز بالأمس على الأخدود بهدف دون رد بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي. اتخذ البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قرارا ناريا تجاه لاعب الوسط البرازيلي إيغور كيرنادو قبل انطلاق مشوار الاتحاد في دوري أبطال آسيا. كان فريق الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو قد حقق الفوز بالأمس على الأخدود بهدف دون رد بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي. وفقا لما ذكرته الصحيفة الرياضية، فإن نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد استبعد إيغور كورنادو من حساباته من مواجهة الفريق غدا أمام أجمك الأوزبكي بافتتاح منافسات الجولة الأولى من المنافسات والمجموعات الثالثة لدوري أبطال آسيا. يأتي استبعاد النجم البرازيلي من مواجهة أجمك لعدم تعافيه من الإصابة التي عانى مؤخرا، ويستمر كورنادو 31 عاما في عملية التأهيل جراء الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الهلال بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي قبل التوقف. سيعتمد سانتو خلال التدريب الرئيسي اليوم على اللاعبين الأجانب الخمسة الذين سيزج بهم في هذه المباراة التي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة في جدة. يعقد مدرب الاتحاد وأجمك عصر اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن استعداداتهما للمباراة الافتتاحية في دوري أبطال آسيا الموسم الجاري. تنطلق غدا الاثنين مباريات دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا 23-24 بمشاركة 40 فريقا، تم توزيعها على 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لمنطقة الغرب ومثلها لمنطقة الشرق. يتأهل بطل كل مجموعة إلى ثمن النهائي بالإضافة إلى أفضل 3 أندية تحتل المركز الثاني في كل منطقة. يمثل السعودية في هذه النسخة من البطولة أندية الهلال واتحاد جدة والنصر والفيحاء. يستهل اتحاد جدة والهلال مشوارهما في المسابقة الاثنين، فيلعب الأول مع أجمك الأوزبكي والثاني يواجه نافباهور الأوزبكي في المجموعتين الثالثة والرابعة على التوالي. الاتحاد وأجمك
يقود كتيبة الاتحاد الذي حقق اللقب الآسيوي مرتين المدرب البرتغالي نونو سانتو الذي نجح في إعادة العميد لمنصة التتويج الدوري السعودي الموسم الماضي. يملك الاتحاد طموحات كبيرة في ظل تواجد كوكب من النجوم تحت إمرته مثل كريم بنزيما، نغولو كانتي، وفابيان وغواو، وفيليبي غوتا، ولويس فيليبي، وإيغور كورنادو، وعبد الرزاق حمد الله، ورومارينيو. وفقا لنظام البطولة في النسخة الحالية، فإن كل فريق سيشارك بقائمة لاعبيه إلى جانب كامل على أن يختار المدرب 5 لاعبين فقط في كل مباراة وقبل كل مباراة، بالإضافة إلى سادس آسيوي. علم كورا أن سانتو سوف يمنح الفرصة للوافد الجديد عبد الله المعيوف للمشاركة غدا على حساب البرازيلي جروهي، كما سيتم استبعاد كورنادو لعدم الجاهزية وربما البرتغالي كوتا. وعلى الجهة المقابلة يشارك أجماك للمرة الثانية في تاريخه بالبطولة بعد نسخة 21 حينما احتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى، ونجح أجماك في التأهل إلى دور المجموعات هذا الموسم بعد أن تجاوز سيب العماني والعرب القطري في الأدوار الإقصائية. ويعول المدرب الأوزبكي ميراجلال قاسيموف على العديد من اللاعبين أبرزهم المهاجم الإسباني روبن سانشيز وخورشيد غيوسوف. الهلال نافا باهور. يشارك الهلال تحت قيادة المدرب البرتغالي غورغي غيسيوس في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بصفته بطل الدوري السعودي موسم 21-22. مع الصفقات العالمية الضخمة، فإن غيسيوس حصل على تشكيلة يحلم بها أي مدرب في ظل تواجد الكثير من النجوم العالميين يتقدمهم نيمار ومالكوم والكسندر ميتروفيتش والحارس ياسين بونو وكوليبالي وروبين نيفيز وغيرهم. ويحلم الهلال البطل التاريخي لدوري أبطال آسيا بحصد اللقب الخامس والابتعاد بالصدارة عن أقرب ملاحقيه. في المقابل يعود نافا باهور للمشاركة في دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، حيث كانت المشاركة الأولى عام 1998. تجاوز نافا باهور فريق الوكرة القطري في الدور التمهيدي، ويعول الفريق الذي يقوده المدرب الأوزبكي صامويل بابايان على ثنائي توما تاباتا دازي وأستون أورنوف أندية الهلال واتحاد جدة والنصر والفيحاء. يستهل اتحاد جدة والهلال مشوارهما في المسابقة الاثنين، فيلعب الأول مع أجمك الأوزبكي والثاني يواجه نافا باهور الأوزبكي في المجموعتين الثالثة والرابعة على التوالي. الاتحاد وأجمك. يقود كتيبة الاتحاد الذي حقق اللقب الآسيوي مرتين المدرب البرتغالي نونو سانتو الذي نجح في إعادة العميد لمنصة التتويج الدوري السعودي الموسم الماضي. يملك الاتحاد طموحات كبيرة في ظل تواجد كوكب من النجوم تحت إمرته مثل كريم بنزيما، نغولو كانتي، وفابيان وغواو، وفيليبي غوتا، ولويس فيليبي، وإيغور كورنادو، وعبد الرزاق حمد الله، ورومارينيو. وفقا لنظام البطولة في النسخة الحالية، فإن كل فريق سيشارك بقائمة لاعبيه إلى جانب كامل على أن يختار المدرب 5 لاعبين فقط في كل مباراة وقبل كل مباراة، بالإضافة إلى سادس آسيوي. علم كورا أن سانتو سوف يمنح الفرصة للوافد الجديد عبد الله المعيوف للمشاركة غدا على حساب البرازيلي جروهي، كما سيتم استبعاد كورنادو لعدم الجاهزية وربما البرتغالي كوتا. وعلى الجهة المقابلة يشارك أجماك للمرة الثانية في تاريخه بالبطولة